السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي بحبكم في الله، يا رب تكونوا دايما بخير. جمعة مباركة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، ربنا يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بكل الخير، وكل جمعة وأنتم طيبين. النهاردة الجمعة، أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض النهاردة حاجة جميلة جدا، الكبار والصغار بيحبوها وما يختلفش عليها اتنين. ايه هي يا سمورة؟ هنعمل مع بعض يا حبايبي الهمبرجر ده أو البرجر من الأكلات اللي هي الأوروبية. تمام؟ يعني أول ما اتصنعت في أوروبا، وأول ما طلعت. البرجر هو عبارة عن إيه يا سمورة؟ هو عبارة عن لحم وخبز، تمام، مع إضافات خفيفة بقى تبع ما أنت بتحبي. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله عيش البرجر، وهنعمل مع بعض طريقة عمل البرجر. تمام؟ ولا تقولي لي بقى محلات ولا مطاعم، ولا أفخمها محلات ولا أفخمها مطاعم. اول حاجه كده هتصلوا على سيدنا النبي محمد، وهتنزلوا تحطوا الدعوه الحلوه من قلوبكم واللايك الجميل عشان تشجعونا، وتكتبي معايا طريقه عمل البرجر العيش اللي هو ده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر تنفذوه باذن الله وتعملوه لاولادكم، تبسطوهم وتسعدوهم وتسعدوا انفسكم. شايفين العيش بيتكلم على نفسه. يا سموره، احنا هنعمل البرجر في البيت وهيبقى زي المطاعم، هيبقى احلى من المطاعم. حبايب قلبي، بصوا انتوا، سندوتش البرجر بيبقى بالشيء الفلاني، بتيجي بصوا ما تلاقوا البرجر ده ولا ايه ده، بتزعلوا على الفلوس اللي بتدفعوها بجد. فايه رأيكم نعمله النهارده ان شاء الله؟ ويلا عشان ما اطولش عليكم، ونبدأ مع بعض الوصفة ان شاء الله، واقول لكم على الاضافات اللي ممكن تحطوها والبديل اللي ممكن تستخدموه. هنا كده زي ما انتم شايفين، اول حاجة سميت الله وصليت على الرسول، وجبت العجانة بتاعتي. لو مش متوفر عندك عجانة، هتعملي العجين بتاعك بايدك، العجين ولا اسهل. تمام؟ طيب، اللهم صل على النبي. اول حاجة معانا كده يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، الطحين بتاعي، وهو طحين نوعه ايه يا سمورة؟ متعدد الاستخدامات. خلاص يا حبايبي، يبقى احنا معانا اول حاجة الطحين، وطبعا زي ما قلت لكم الطحين بتاعي متعدد الاستخدامات. هنعمل مع بعض 5 اكواب من الطحين. الكوباية اللي هتعايري بيها الطحين هتعايري بيها المية، خلاص، اي كوباية بلاستيك بقى، مج، جزاز، اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده معانا 5 اكواب من الطحين، عليهم اللهم صل على سيدنا محمد معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. تمام؟ لو مش متوفر عندك الخميرة الفورية، حطي خميرة بيرة، ولو متوفر الخميرة البيرة يعني اللي موجودة عندك حطيها. وزي ما انتوا شايفين معايا كده، انا معايا 2.5 كوباية من المية، 2.5 كوباية من المية. لكن انا بضيف الخميرة، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بحط معلقة من الملح، خلاص، وبحط معلقتين من السكر، او 3-4 معالق من السكر لو انتوا بتحبوا البرجر مسكر شوية. خلاص كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بس ما نزودش عن 3-4 معالق سكر، يعني احنا ما نزودش على ال4 دول. ليه؟ عشان ما يحرقش معانا الخبز بتاعنا ويبوظه. هنا كده زي ما انتوا شايفين، انا ما استخدمتش الا 2 ميه، وهبدأ اضيف النص ده بالراحة وعلى مهلي، عشان الطحين يا حبايبي بيختلف يعني من نوع لنوع. يعني انت شوفي الطحين اللي انت مستخدماه ايه تبع ما انت مستخدمه. يعني ممكن استخدم الكوبايتين بس، وممكن استخدم 2.25 كوباية، وممكن استخدم 2.5 كوباية. يبقى المية بتاعتنا نحط الكوبايتين ونشوف. خلاص كده. العجينة بتاعتي لازم تكون عجينة طرية وملزجة، عشان نكون متفقين مع بعض. شايفين العجينة بتنزل ازاي؟ هي دي العجينة اللي انا عايزاها للبرجر. خلاص، العجينة بتاعتي بتكون عجينة طرية وملزجة معايا. زي ما انتوا شايفين كده، انا بدهن زيت على في العجانة او في البلاستيكية اللي هحط فيها العجين، وبدهن ايدي زيت برضو، وببدأ ان انا الم العجين كله زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما يلزقش في ايدي واعرف اتعامل معاه. وهاخده احطه كده زي ما انتوا شايفين اهو في العجان بتاعتي، او في اي حاجة تخمر فيها العجين. هغطي العجينة واسيب العجينة معايا تبع درجة حرارة الغرفة اللي عندك. طبعا الايام دي اصلا حر، يعني نص ساعة وبتكون العجينة بقت زي الفل.
هنطلع العجينة بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين بقلب العجينة بتنزل معايا زي ما انتوا شايفين بسهولة خالص، بوديها وبجيبها في ايدي. هندهن الصواني بتاعتنا دهنة زيت كده زي ما انتوا شايفين، واللهم صل على سيدنا محمد. دهنة خفيفة يعني، ولو حسيت ان الزيت بتاعك كان تقيل شوية امسحي ايدك، عشان انت هتعوزي ان انت تدهني ايدك بالزيت عشان تتعاملي مع العجينة بتلزق معانا. عشان أأكد عليكم، يعني انت ما تلاقيش العجينة طرية وفيها تلزيجة تقومي تزوديها طحين، يبقى انت بوظتي العجينة بتاعت البرجر خلاص. انا بعتذر. زي ما انتوا شايفين كده، اللي مكمل معايا لغايه هنا يا ريت ما ينساش اللايك. ببدا ان انا اخد كده العجين بتاعي وبعمله كور كلها حجم واحد، تمام. ومن هنا كده ببدا ان انا اكورها. انا ما بعملش اكتر من كده، ان انا بكورها كويس والفها، وبعدين بحطها جنب بعض، او يعني بحطها في الصينيه كده بينها وبين بعض مسافه مش جنب بعض. خلاص، هو ده اللي انا هعمله في الكور اللي انا باخدها من العجين. هعمل كده كل العجينة بالشكل ده، تمام اهو. وهنا كده اخر رغيف معايا حبيت اوريهولكم ان احنا ممكن نعمله فينو، يعني واحد فينو. ازاي يا سمورة؟ بفرد العجينة فردة بسيطة خالص، وببدأ ان انا الف العجينة بتاعتي رول كده، وطبعا ايدي دايما مدهونة زيت عشان تعرف تتعامل مع العجين. بقفل العجينة كويس من الجوانب وبحطها زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. ادي العجين بتاعي. بعد كده بننضف المكان بتاعنا اول باول. دايما ننضف المكان جنبنا عشان العين دايما بتاكل قبل البوج، والراحة النفسية عشان لما دايما تلاقي مكانك نظيف هتتشجعي على دايما على الشغل. هنا كده زي ما انتوا شايفين ادي العجين بتاعي. طبعا انا هبدأ ان انا اجهز الخليط اللي انا هحطه على وش العجينة. عبارة عن ايه يا سمورة؟ عبارة عن بيضة، رشة من الملح بسيطة جدا، ذرة، معايا معلقة من النسكافيه، تمام. في ناس بتستخدم لبن ونسكافيه، انا بستخدم بيضة ونسكافيه. طب ايه لازمة النسكافيه؟ النسكافيه يا حبايبي بيضيع زفارة البيض عشان ما تحسيش ان انت في حاجة زفرة خالص في العيش بتاعك، وكمان حاجة بيدي العيش لون حلو وجميل. خلاص يا حبايبي، هنا كده اللهم صل على سيدنا محمد. انا باخد العجين بتاعي بغطيه بفوطة او شاشة او اي حاجة، بتغطي العجين بتاعك لغاية لما يخمر مرة تانية. احنا هنخمره كمان مرة بعد ما كورناه. خلاص، في الحالة دي بكون انا جبت اللحمة بتاعتي وببدأ اعمل لها اللي هي المكونات اللي هعملها للبرجر. وهي عبارة عن ايه يا سمورة؟ عبارة عن قرن من الفلفل الاحمر الحامي او البارد، تمام. معايا كده 2 فلفل احمر او اخضر، الاتنين يعني الموجودين معاكي. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العجين اللي هو اسفة البرجر اللحم ما بتحطش عليه بصل، بأكد عليكم، برجر اللحم ما بيتحطش عليه اي بصل، هو فقط لغير ما فيش غير اللي هما الاتنين فلفل رومي احمر، ما فيش غير كده يا حبايبي، او جرن شطة اخضر. ما بتحطيش اي شيء تاني، ما بنحطش بصل. بأكد ان احنا ما بنحطش بصل نهائيا على لحمة البرجر، لكن بنحط طبعا حتة دهنة او حتة ليا. انا كان عندي حتة ليا، انا كنت بتأكد بس هل دي دهنة او ليا، فانا كان عندي حتة ليا طلعتها كده زي ما انتوا شايفين. واخدت كده الكبة بتاعتي وحطيت فيها الفلفل الاحمر عشان اضربه ضرب ناعم زي اللحمة المفرومة، تمام. تمام كده يا حبايبي مع بعض كده احنا لغاية الوقت. هنا كده اللهم صل على سيدنا محمد زودت كمان 2 فلفل احمر، تمام. وبضربهم ضرب كويس جدا في الكب عشان تبقى ناعمة معايا. وببدأ ان انا اخد اللحمة بتاعتي واضربها كمان ضربة كده في الكبة. لو انت عندك كبة كبيرة حطهم في الكبة الكبيرة ورواجي راسك، تمام. لكن انا حبيت ان انا استخدم لكم برضو الكبة الصغيرة دي، بحيث ان انتوا لو مش عندكم اللي دي زيي يعني تقدروا ان انتوا تستعملوها على مهلنا يا حبايبي. احنا ما نستعجلش دايما في الطبخ، دايما ناخد وقتنا ونعمل كل حاجة بإتقان، عشان الحاجات دي بتبقى مكلفة يعني، وتطلع معايا الوصفة مظبوطة. خلاص يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. انا خدت كده زي ما انتوا شايفين ادي اللي اهيت. انا كنت طلعت التانية ما لقيتهاش ليا، زي ما انتوا شايفين كده.
انا طلعت حته ليا تانية وبدات ان انا اقطعها قطع صغيره كده. هي كده كده ان شاء الله هتسيح. اصلا الليا بالذات يا حبايبي ما بتاخدش وقت. الليا اول ما بتطلعها من الفريزر بتلاقوها سايحه معاكم خلاص، طريه كده ولينه وحلوه. باخد كده على قد مقدار اللحمه بتاعتك. لو انت معاكي كيلو من اللحمه هتحطي عليه اللهم صل على سيدنا محمد، هتحطي عليه يعني اقل من الربع كيلو ليا، اقل من الربع. طب لو انت معاكي 2 كيلو لحمه مثلا هتحطي عليهم 200 جرام من اللي خلاص. ولو انت بتحطي، لو انت مثلا معاكي كيلو حطي 100 جرام. احنا مش عايزين اللحمه بتاعت البرجر تكش معانا جامد خلاص. هنا كده هحط على اللحمه دي ايه يا اموره، حطيت الليه، حطيت الفلفل الاحمر، هحط بقى نص معلقه من البصل البودره، نص معلقه من الثوم البودره، وهحط معايا يا حبايب قلبي فلفل اسود. الاساسي في لحمه البرجر هي الفلفل الاسود والبابريكا، اتفقنا كده. هنا كده بحط ربع معلقه من البهارات السبع او بهارات مشكله خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا كده حبايبي زي ما انتم شايفين ببدأ ان انا اعجن اللحمه بتاعتي بالمكونات اللي انا حطيتها عليها. طبعا بنحط الملح بتاعها، بنملحها كويس وما بنزودش الملح عشان نعرف ناكلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كده اهي ادي العجينه بتاعتي خلاص كده زي الفل. طبعا حبيب كان بيقول لي انت بتعملي ايه يا ماما؟ قلت له بعمل لك برجر. طبعا اتبسط جدا وبسني، يعني انتوا شايفين بقى مبسوط طبعا لان هو نفسه في البرجر من زمان وانا قلت له حاضر عيوني. هنا كده بعد ما باخد العجينه بتاعتي وبعجنها كويس جدا وبدخل كل المكونات مع بعضها، باخد 4 أعواد من الكزبرة الخضراء أو 5 أعواد بالكتير جدا على كيلو اللحم خلاص. وبحطهم كده يا حبايبي يعني بس يدوا ريحة مخفية داخل اللحم، لكن هما مش أساسي خلاص، مش أساسي. طبعا في الوقت ده كان صلاح هو كمان جاي بيسألني بتطبخي ايه يا ماما، يعني انتوا فاهمين انتوا ده رايح وده جاي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا كده انا هبدأ ان انا ادهن وش الخبز بتاعي. طبعا الخبز بتاعي زي ما انتوا شايفين خمر وتضاعف وبقى الضعف مرتين خلاص كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بندهنه كويس جدا من كل الجوانب ومن فوق من العجينة من فوق. طبعا بجيب سمسم، المتعارف عليه ان عيش البرجر او عيش الكايزر دايما عليه سمسم من فوق. بيكون عندي سمسم وبرشه على وش الخبز بتاعي تمام. بعد ما دهنت كل العجينة بالخليط اللي انا كنت عاملاه. الخليط كان عبارة عن ايه يا سمورة؟ عبارة عن بيضة، عبارة عن معلقة من النسكافيه الخام، وعبارة عن رشة من الملح خلاص يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. العيش طبعا تضاعف قد ما كان تمام، يعني تضاعف الحجم بتاعه. ومن هنا كده دخلته على فرن ساخن جدا، درجة الحرارة عالية من تحت ومتوسطة من فوق خلاص كده. هنا كده معايا اللحمة بتاعتي، ادي العيش بتاعي اهو كنت بوريهولكوا خلاص. انا هدخله الفرن، كنت مسخنه الفرن طبعا كويس جدا، وبعدين دخلت العيش الفرن على درجة حرارة عالية من تحت متوسطة من فوق، شايفين اهو. طبعا في الحالة دي بيبدأ يجب معايا داخل الفرن، يعني يتضاعف حجمه. وبعد كده يا حبايبي بنتبه له كويس وبطلعه بعد كده وبغطيه شوية عشان ياخد ويدي مع بعضه كده ويتردد في بعضه، يعني البخار يتردد في بعضه. طبعا بعد ما ريحته كده ممكن نص ساعة وهو متغطي، شايفين حاجة كده بصوا هوا هتشوفوه دلوقتي. انا هفتحه طبعا مش ملكوم مش مكتوم مش معجن مش لا، كله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كنت بدي حبيب حتة ياكلها، شايفين. هوريكم كمان اهيت. طبعا حبيب عندي بيحب الحتة الطرية داخل العيش، عشان تبقوا بس عارفين حبيب ما بيقدرش ياكل العيش من، يعني لما بيلاقي عيش ناشف او كده هو بيتهيأله ان هو ناشف، فهو يقول لي لا هاتي حتة طرية، فانا بديله من قلب العيش عشان يعرف ان هو طرية، اتأكد يعني. هنا كده انا خلصت تفتيح العيش كله، جهزته على طول على التركيب. تركيب ايه بقى؟ هنعمل البرجر مع بعض. انا معايا الآلة اللي هي
بتاعة تشكيل البرجر ديت. بتاعة بلاستيك كده بتجيبها من اي ادوات منزلية. بتحطي كيس نايلون زي ما انتوا شايفين كده، دي كيس النايلون اهون عشان يسهل عليكي اخراجها من الايه، من الآلة دي، من اللي هي الأداة ديت. تمام، اللي هي أداة تشكيل البرجر زي ما انتوا شايفين، لأن هي طبعا بلاستيك ومخططة فاللحمة هيلزج معاكي. لكن انت لما تحطي كيس النايلون ده اهو، وبتاخدي كده كورة من اللحم، وطبعا كله بنفس الحجم، وبتغطي عليه كده بالنص التاني من كيس النايلون، وبتضغطي على اللحم بتاعك زي ما انتوا شايفين كده، بيطلع معايا البرجر متشكل وكله حجم واحد. خلاص يا حبايبي، الآلة دي مش غالية، ممكن تكون ب10-20 جنيه، فانت هاتيها وريحي دماغك بدل ما تقعدي تعملي على ايدك زي ما انا كنت بعمل زمان. هنا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بشكل كل اللحم البرجر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص كده. طيب انا لو هشكل واشتغل على طول، تكون بقى الجريل بتاعي دايما جنبي على النار بيسخن. لو انا هركن شوية يبقى احنا ندخلها التلاجة. خلاص كده. انا هشغل على طول الجريل عشان احنا يعني جوعنا. تمام، الولاد جعانين. حطيت الجريل لازم يسخن جدا، شايفين طالع منه بخار ازاي، لازم يسخن على طول. طبعا انا ما دهنتوش اي شيء. ليه يا سمورة؟ لان اللحمة بتاعتي هتنزل دلوقتي اللية بتاعتها، وهتعمل لنفسها طبقة. تمام، وهتبقى زي الفل مع نفسيتها كده. طبعا في الوقت ده انا بصور لكم، بس انا بعتذر لو الاضاءة مش واضحة. الكاميرا بتاعتي يعني ده تصوير على الشباك، على نور النهار من الشباك، لان الكهرباء كانت قطعة يا حبايبي. خلاص، فانا بصور لكم كده اضاءة الشارع، يعني ده اضاءة الشارع. طبعا الاضاءة مش واضحة كويس، بس ان شاء الله يعني الفيديو يعجبكم. هنا كده البرجر بيستوي، وجلبته على الجهة دي والجهة دي، لكل جهة هتاخد 3 دقايق. خلاص كده، او دقيقتين تبع حجم البرجر اللي انت عاملاه. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا النار بتاعتي بتكون عالية. خلاص، انا مش عايزة البرجر بتاعي ينشف ويشض، انا عايزة البرجر بتاعي يكون جوسي وفيه طراوة من الداخل، اللي هي الحلوة دي، والعصارة الحلوة دي هي اللي بتدي الطعم. شايفين البرجر بتاعي مكشش، البرجر كويس، البرجر حلو، البرجر طبعا ريحة وطعم مش قادرة اقول لكم، والله كان تحفة. ولا تقولي لي بقى مطعم ولا اي حاجة، بصوا احسنها من افخم مطعم. العيش بتاعك عملتيه في بيتك، البرجر عملتيه في بيتك، اللحم، وبتعملي الصوص اللي هو اشهر صوص، وهو عبارة عن ايه، صوص سهل وسريع. معلقة ربع كوباية من الكاتشب، وعليهم ربع كوباية من المايونيز، ولو متوفر عندك مستردة بتكون ربع كوباية من المستردة. بتقلبيهم مع بعض، وبتبدأي تدهني العيش بتاعك اللي هو البرجر، وبتركبي على بعضه. هنا كده انا عاملة بصل شرايح، والبصل ده محطوط في خل وليمون. خلاص كده، في خل وليمون وفلفل اسود. وطبعا بصوا، من اشهر البرجر في امريكا، لما بتروحي بيعملولك عليه بيضة. تمام، يعني بيكون طبقة لحم. اول حاجة بتحطي مايونيز وكاتشب، وبعد كده بيحطولك طبقة من الخس. انا بصراحة ما بحبش الخس في البرجر، يعني انا ما بحسش ان هو مناسب بصراحة. بيلبخ الدنيا كده يا حبايبي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا ممكن نحط الخس جنب البرجر ناكله كده. هنا كده زي ما انتوا شايفين، طبقة مايونيز، طبقة لحم، طبقة بصل، طبقة خيار، وطبقة فلفل. وبعد كده بتحطي طبقة بيض وعليها طبقة البصل. انا ما برشحش الخيار في البرجر برضو، بيكون مش حلو، مش حساه. تمام. مش هتلاقي احسن من التركيبة دي. زي ما قلنا، طبقة مايونيز، كاتشب، لحم، بصل، طماطم، فلفل، وبيض. ويا رب الفيديو يعجبكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. انا بابا خليك بلا الله سلام مالك يا حبا، شنو بتصور؟ كده الفلاش مفتوح ولا مش كان مفتوح؟ مش مفتوح. سلام، ما غسل